عسلامة عسلامة، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم بتحلية ممتازة ومناسبة للسهرات الرمضانية، إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. التسمية فما شكون اختلف عليها وفما شكون حافظ على نفس التسمية. أنا نقول لكم التسمية متاعها اللي هي الليبانيز التونسية، وانتم قولوا لي في المنطقة متاعكم شنو تسميوها، وإذا كان تعرفوا أصل الوصفة ما فيها بس كانت تنورونا الناس كل، خاطر الحقيقة ما عندي عليها حتى معلومات. اما كل اللي نعرفه اللي هي تنجم تكون لكم مصدر رزق ممتاز في الايامات هذوما وحتى في سير الايام. ما نطولش عليكم، يلا نمشي ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير، مع العلم انه الطريقة متاعي هذه احترافية وبمقادير مضبوطة تنجموا تطبقوها في مشاريعكم ان شاء الله. اللبنة هذه متكونة أساسا من زوز طبقات. الطبقة الأولى اللي هي المكونات المكتوبة أمامكم في الشاشة، بات سابلي، باش نعملوها بالمقادير هذيك. المقادير الكل تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف، نجموا تعملوا عليها طلة وتعاودوا تقيدوها وحدكم في كرني الوصفات. وهذه الطبقة الثانية اللي متكونة أساسا من البسكويت المطحون والفاكهة زد المكسرات أي نوع موجود عندكم، خميرة حلويات، بيض، حليب، ومعجون المشمش تنشوفوا من بعد شنو باش نعملوا فيها، ماء ورد ولا ماء زهر على حسب الذوق. من مقادير بسيطة كيف ما شفتوهم باش نحضروا أبن ديسير تنجموا تاكلوه خاصة في الليالي الرمضانية. جربوها ومتأكدة باش تعجبكم على الآخر. البسكوي المطحون لهنا استعملت النوع هذا متاع البسكوي اللي هو شوكوتوم جوفاني. بالطبيعة انتم تنجموا تستعملوا اي نوع متاع بسكوي متوفر عندكم، سواء كان بالفاني او اي جو متوفرة. هو من المستحسن يكون بسكوي سادة، يعني بسكوي سامبل باللي موجود. نفضل ديما اني نحكي في التفاصيل هذه معاكم باش من بعد يقل لكم الاستفهام يعني في المقادير ولا اي حاجة. الطبق لهنا اللي باش نستعملوا المقاس متاعه 30 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. بالطبيعة انتم تنجموا تضاعفوا المقادير، تنجموا تعملوا مقدار ونص، تنجموا تقسموا على 2، لكم حرية الاختيار. ناخذ المقادير الناشفة متاعنا اللي هي 150 جرام زبدة، 50 جرام سكر ناعم، عندنا هنا فانيليا ورشة متاع ملح، و5 جرامات من خميرة الحلويات. باش نعجنوا هذوما مع بعضهم، باش نزيدوهم بيضة واحدة. تنجموا تعملوا صفار زوز بيضات. ملاحظة صغيرة، راكم تنجموا تفوحوها بك السكر بنكهة الزهر، بك السكر فانية ذاك البودر اللي تباع في ساشيات. وملاحظة زادة صغيرونة، ماذا بيكم البيض إذا كان ما كمش متأكدين يعني من مدة الصلاحية متاعه، ماذا بيكم تحلوه في صحفة صغيرونة ومن بعد تضيفوه للخليط. نجمعوها بأصابع اليد فقط من غير ما نعجنوها بكف اليد. راني نعاود نأكد على الملاحظة هذه باش ما تجيكمش من بعد لي قاصحة ويابسة وهكا معظمة قولاني. به نجموا تلموها بصفار البيض فقط، كيما تنجموا تلموها بيضة كاملة كيف ما عملت لهنا. علاش فما ناس يعملوا صفار، كي يعملوا صفار وبرا راهي تجيه هشوشة برشا. اما اذا كانكم باش تخدموا مش باش تقعدوا تلوجوا وين باش تحطوا البياض، مع العلم انه الطبقة الثانية تنجموا تحطوا فيها بياض البيض الباقي من الطبقة الأولى. نلموا البات متاعنا ونتبعوها بشوية بشوية حتى لين نكملوا كمية الفارينة الكل. هذا القوام النهائي اللي تحصلنا عليه كيف ما شفتوا، باش نحطوه يرتاح شوية في الثلاجة إذا كان عندكم وقت. وإذا كان ما عندكمش وقت كيفي ديريكت أطرحوه على الصينية اللي باش تدخلوها للفور من غير ما تحطوا لا بابي كويسون ولا شيء، خاطر ما تستحقوش، على خاطر هي ديجا ماهيش باش ترزق لكم. لهنا باش نطرحوها نحاولوا لو ماكسيموم انها تكون بالتساوي ونستويها بالاطراف. هنا حبيت نوريكم كيفاش طرحتها. كيما تنجموا تحلوها اونتر دو بابي دو كويسون ومن بعد تالي تقلبوها في وسط الطبق، والا تحطوا بابي الكويسون كلها في وسط الطبق اذا كنتم حبيتوا حاجه فريمون بيان ديفيني. ولهنا باش نكمل نقبها الكل ومن بعد تالي ندخلها الفور ساخن مسبقا على درجه حراره 175 درجه لمده 10 دقائق. ما تتهلكش اصلا ابدا ما يستحل. زيادة تنقبها من الخيوط اللي خارجين اللي هكا، ما تمسش على شو اللي هكا تنقبها بالفرشة كيف ما تنقبها. تقعدوا ملا لبنانيز ولا بن. انتي من لبن عايش لي ولدي يا ربي، انتي هو البنين. امي انتي عسل ولا امي مش نوى باش تعمل انتي تسمع شنو اسمه؟ تعملي في الشارع ما تسمع لبنانيز عم سالم، هذا هو. يدخل نكمل هاتي كمل كله. هوني خليت لك الزير كله، بعد تنقب وما تخليه حتى تعرفها مش منقوبة. يلزمكم تنقبوا في جدة الحافة
بعد يلزمكم طبق صغير. باهي احنا علاش نوقفوها العجينة يا يو؟ على خاطر شنية تحبي نغشك في الجواب باش ما تتنفخش، مش ما تتنفخش، تولي عالية تشرب برشا. الماء متاعها. تشرب الماء متاعها، ما فيهاش ماء العجينة ذي، فيها زبدة. هي كان عملوها بالزبدة تحطها في طبق جميلة هكا، برشا. تبديو تنقبوا فيها في كل بلاصة. حسيل وسعوا بالكم ونجي نصور فيديو نلقاه شاد جنبي، يحب يعمل يحب يشوف يحب يعمل كل شيء. أمي هي حافة هنا صغير مش منقوب. هكا هو يزي ساي. هكا هاو اسمها بيك بات الاخرى اللي قاعد تلعب بيهم ما لقيناهاش. هنا شويه عجينه هنا تلاصقه. بعد حطوا الماكلات فوقها ساي بديك باش ماما. ناكلوا بيهم. تعمدت اني نخلي المحات هذه الصغيرونه بيني وولدي، على خاطر هذا هو الكواليتي تايم اللي واحد ماذا بيه يعديه مع صغاره ويبدا مليء بالذكريات. ربي فضلكم صغيراتكم الناس الكل. توا ننتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي من أسهل المراحل. أول حاجة لهنا باش نحط قطرتين ولا 3 من روح الزهر. نجموا تحطوا ماء زهر طبيعي. بالنسبة لي استعملت روح الزهر باش نعطي أكثر المطعم يكون معناها برونونسي ظهر. أكم تشوفوا قديش من قطرة راهو قطرات، يعني خاطر هكش قوي ياسر باش ما يفزلكمش البات. باش نحطوا لهنا كمية 200 جرام نتاع البسكويت المطحون. لهنا للأمانة راهو جاني 190 جرام الباكو فيه. نزيد عليهم 150 جرام من اللوز المحمر والمطحون والبوفريوة، زاد لوز وبوفريوة 150 جرام في المجموع. نخلطوا كل شيء مع بعضهم مع 10 جرامات من خميرة المرطبات، ونزيدوا زيادة كيف من بعد 4 بيضات كاملين. نجموا بتوما اذا كان عملتوا البات سابلي بالصفاره كهو بيض البيض الباقي تكملوا تحطوه لهنا. المقادير هذوما راهم مقادير مضبوطه لكميه كيف ما حكيت لكم طبق 30 على 30 بطبيعه، يا اما تضاعفوا ولا تقسموا على المقادير تو ديبون للحجم نتاع الطبق اللي عندكم. الحاصل الوصفة هذه أسهل منها ما فماش. هك شفتوا تخلطوا كل شيء مع بعضه. العظم ما قبل تدخلوا فك المواد هذيك الكل. ما تنساوش باش تحطوا فيهم دي ساشين تاع فاني، وإلا تحطوا فيها ماء الزهر 50 مليلتر مثلا من ماء الزهر ولا ماء العطرشية، وتخلطوا كل شيء مع بعضه. بالنسبة لي لهنا فقط استعملت كمية القطرات من روح الزهر. نجموا تحطوا العطرشية، احنا معروفين في تونس أكثرية بالعطرشية، لكن ساعات نحب نعملها بالزهر وساعات نعملها بالعطرشية، كل مرة وقسمها كيف ما نقولوا. المرة هذه وتيت وصورت لكم بالزهر. بالطبيعة ما تنساوش بتزيدوا تكملوا تلحقوا عليها الكمية متاع الحليب اللي بقات. وبالنسبة لك 100 جرام معجون المشماش راهو هذيك من بعد باش ندهنوا بها البات بعد ما نخرجوها من الفور. في المرحلة هذه نتسمى وكملنا حضرنا البارتي الثانية متاع الرسات، ونحطوها على جنب ونمشي ونجبدوا هكا الطبيق اللي عملناه من الفور، ونكملوا نعملوا الخطوة متاع المعجون. هذايا معجون المشماش، وباش نوريكم ما هي النوعية اللي استعملتها. في العادة كي يبدا عندي معجون مشماش في الدار ما نستعملش الحكوك، لكن المرة هذه ما عنديش معجون مشماش فاستعملت المعجون مشماش من الحكة هذيك. ماهوش إشهارة، ما فقط وريتكم إنه عجبني القوام، حبيت نوريكم ما هي الماركة اللي استعملتها. باش ناخذوا البات سابلي بعد ما جبدناها من الفور، ما احناش باش نصبوا الخليط هذا نخليوه على جنب. نجيبوا هاك 100 جرام معجون المشماش ونطرحوها فوق البات سابلي، ومن بعد تالي نحلوا فوقها الخلطه الثانيه. تقولوا لي نجموا نعوضوا معجون المشماش بحاجه اخرى، نقول لكم بالطبيعه، لكن معجون المشماش يمشي برشا مع السابلي. نجموا تعوضوه بمعجون الكرموس، معجون السفرجل، على حسب النوع المتوفر عندكم، لكن كيما حكيت لكم معجون المشماش ياسر ينجح معاه. نصبوا توا الخلطة كل اللي عملناها، ومن بعد تالي نطرحوها بشوية، والفور ديجا ساخن مسبقا من اللي بدينا نطيبه في السابلي على درجة حرارة 170 درجة ل 180 درجة كل واحد، وقوة الفور متاعه تخليه يطيب من 10 إلى 20 دقيقة كل وحدة. وقوة الفور متاعها تنجم تخليه ربع ساعة، كيما تنجموا تخليوها 4 دراج يعني 20 دقيقة. انت وقوة الفور متاعك، كان يعاود ديما نقولوا انت وقوة الفور متاعك.
توا سيدك باش نكملوا نرجعوها للفور وننتقلوا للمرحلة الأخيرة اللي هي تحضير سيرو خفيف. الليبانيز راهو لازمو سيرو خفيف باش يجيكم طري وكيما اللي يتباع بالضبط في الشارع، لازم سيرو خفيف. عندي لهنا 250 جرام سكر عادي حبيبات، نضيف عليه 200 جرام ماء وعسرة متاع قارص، ونحطهم كل شيء في الغاز يغلي. واما قبل ما نحطهم على الغاز لازم نحط فيهم قطرات من روح ماء الزهر. نجموا نتوما تعملوا ماء الزهر الطبيعي او ماء العطرشيه الطبيعيه. اذا كان استعملتوا الزهر من اول الوصفه تكملوه حتى لاخر الوصفه، اذا كان استعملتوا ماء العطرشيه من اول وصفه تكملوه حتى لاخر الوصفه. معناها فوحوا بحاجه برك يا زهر يا عطرشيه. وبالطبيعة ديما نوصيكم ما تكثرش على 3-4 قطرات ماكسيموم، على خاطر راهو ينجم يقلب لكم الرسيت للمرارة. إذا كان حبيتوا تستعملوا ماء زهر ولا عطرشية طبيعية ما تفوتوش 50 مليلتر في الشحور بالذات، وتخليوه يغلي لمدة 10 دقائق إلى 15 درجة حتى لين يغلي. وبعد تسقي به الليبانيز دوبا ما تخرجها في الفور ديريكت. الشحور سخون والليبانيز سخونة، الليبانيز سخونة، وتصب عليها الشحور متاعك الكل. الكمية هذيك الكل راهي مضبوطة قدها قد الرسيت هذه. تصب الشحور الكل على الليبانيز وتخليها حتى لين تبرد كومبليتمون. تزينها بأي نوع فاكهة مجروشة عندك، ومن بعد تالي تقصوها وتاكلوها ان شاء الله صحة وبالشفاء. إذا كان جربتوا الوصفة هذه ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على جروبكم صنفة ونص باي سويت سندس اي كويزين مريومة، وإلا تعملوا لي تاج على الانستغرام سويت سندس. وبالطبيعة ما تنسوش كان عندكم أي تساؤل ولا استفسار وإلا أي طلب خاص ولا حاجة خلوا لي في التعليقات. وراني ديما نبدأ ساعة في التعليقات بعد ما ننزل الفيديو، نبدأ نستنى في تعليقاتكم بفارغ الصبر. وراني نحبكم برشا، محليكم ومحلى مساجاتكم ومحليها كلامكم. إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو، وإن شاء الله يا ربي ديما نكون عند حسن ظنكم. لهنا بالنسبة للزينة استعملت جوزة هذاك اللي بقى عندي في الدار. نجموا تعملوا نوازات، نجموا تعملوا بيستاش، نجموا زينوها بشوش الورد، زينوها باللي تقدروا، كل قدير وقدروا اعملوا باللي موجود. وتنجموا حتى ما تزينوهاش، اما كتزينوها تزيدها ضخامة على ضخامة، وان شاء الله تعملوها وتاكلوا صحة وبالشفاء. وهذه كانت الوصفة متاعي لليوم. إن شاء الله يا ربي وصفتي لليوم تكون نالت إعجابكم وتجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. وتوما بقى لي كاين باش نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ونشوفكم إن شاء الله يا ربي في بنة جديدة ورسالة جديدة. إلى اللقاء وبسلامة.